صباح الخير. النهاردة هحضر معاكم البامية بالموزة على طريقتي، حاجة كده في منتهى اللذاذة. جربوها هتعجبكم. أول خطوة هنسوي الموزة في حل على نار متوسطة. نضيف 1 معلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين كبار من الزيت، وعليهم بصلة صغيرة متقطعة. لما تاخد لون ذهبي نضيف عليها حوالي 3/4 كيلو موزة متقطعة، ونقلبهم على نار عالية لحد ما اللحم يتحمر بالشكل ده. نضيف عليه رشة من الفلفل الأسود وورقتين لورا، وعليهم نص لتر من المية السخنة وكيلو من الطماطم المعصورة، وأنا بحب أصفيها لكن دي خطوة اختيارية زي ما تحبوها. لما تبدأ تغلي نضيف رشة ملح ورشة سكر و1 معلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، ونقلبها ونغطيها ونسيبها لحد ما اللحمة تتسوى. بعد حوالي 1.5 ساعة الموزة كانت متسوية حلو جدا. نرفعها من على النار ونحضر البامية. عندي هنا ووك فيه مية سخنة، وعندي نص كيلو من البامية. أنا بعد ما بستبعد جزء الفرع بتاعها بقمعها، يعني مش بغسلها، بحفظها في أكياس في الفريزر زي ما هي كده. ووقت التسوية بنزلها في مية سخنة وعليها عصرة نص ليمونة. تغلي غلوة واحدة أصفيها وانقلها لطبق جانبي، وأكرر الخطوة دي مرة تانية. مية سخنة تاني وعليها عصرة ليمونة وأصفيها. أنا مستخدمة بامية زيرو، اللي هي أصغر حجم في البامية. بتكون متعبة شوية في التحضير بس طعمها بيكون حكاية. كده البامية جاهزة. هنضيفها للصلصة والموزة ونغطيها ونسيبها على النار حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة هتكون البامية اتسوت وزي الزبدة. نظبط الملح والفلفل ورشة شطة، ودي اختيارية. نحضر الطشة بقى بسرعة. في طاسة على نار متوسطة نضيف 3 معالق كبيرة زيت و1 معلقة كبيرة ممتلئة من السمنة. يسخنوا هنضيف 10 فصوص ثوم مفرومين ناعم. لما الثوم يتحمر شوية ويبدأ لونه يتغير نضيف 1 معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ونقلبهم لحد ما يتحمروا شوية، ونضيفهم بعدها على طول على البامية، ويدوب بس تاخد غلوة واحدة. نضيف عصير ليمونة أو ممكن أكتر حسب ما تحبوا، ونرفعها من على النار بعدها على طول. كده البامية جاهزة. ممكن تضيفوا عصير ليمونة واحدة في الحلة، وعند التقديم ضيفوا ليمون في طبق جانبي للي يحب يزود ليمون للبامية. ممكن كمان نضيفها لطاجن وعلى الوش فلفل سبايسي، وندخلها الفرن ربع ساعة، وبعدها دقيقتين تحت الشواية تتحمر. ممكن بدل الموزة لحم ضاني أو عمود الكتف، بيكون حلو جدا مع الخضار. بنقدمها مع رز بالشعرية وبألف هنا مقدمة. لو عجبتكم الوصفة اضغطوا على لايك، وإذا حابين يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد اضغطوا على السبسكرايب وعلى الجرس، واختاروا قول أو كل.